عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الحليب المكثف المحلى. انا اسراء، بعمل فيديوهات عن ميك اب والبشرة والشعر، كل حاجة تخصك. لو عايزة تستفيدي اعملي لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي. المقادير اللي عندي هتكون عبارة عن يعني شوية ملاحظات في الاول. ان الكوباية اللي هعاير بيها اللبن، هي اللي هعاير بيها السكر، هي اللي هعاير بيها اي حاجة، سواء في الوصفة دي او في اي وصفة، بيتزا، كيكة، اي حاجة، لازم تكون نفس الكوباية هي اللي بعاير بيها علشان يبقى المقدار مظبوط. انا هنا عندي هاخد عايرت بالكوباية دي. عايرت ايه؟ كوباية لبن بودر، اي نوع لبن بودر عندك، وكوباية سكر بودر طحنته في الخلاط، وهقول لكم ملحوظ عليه دلوقتي، ومعلقة زبدة متدوبة سايحة على النار. انا حطيت معلقتين اهو عشان يبقى كثيف يعني، وربع كوباية مية سخنة، يعني تكون دافية كده. انا حطيتها على النار، اما ابتدت قربت تغلي رحت طافية عليها. وهنزود ربع كوباية لو احتاجنا، ولقينا القوام تقيل ممكن نزود معلقة زيادة. الملحوظة اللي هقولها لكم على السكر، ان انا لما عيرت كوباية سكر قبل ما اطحنه، يعني كان عمل لي المقدار ده كوباية والشوية اللي في الطبق دول. فانا عايزة المقدار كوباية سكر مطحون، يعني بعد ما اطحنه اروح واخدة كوباية بس. فانا هاخد المقدار الكوباية ده، والباقي اللي زاد عني دوت هشيله بقى، احطه مثلا اكله مع فطير، مع اي حاجة. بس عشان ما تاخدوش ان كوباية سكر قبل ما يتطحن هي بعد ما يتطحن، لا، هي بعد ما يتطحن بتبقى اكتر. طيب المقدار ده بقى انا مش عايزاه في حاجة، فهركنه على جنب، هشيله طبعا مش هرميه. طيب عندي هنا كوباية السكر، اللبن بودر، الزبدة، والمية السخنة. كل اللي هعمله هبتدي اروح على الخلاط واحط كل المكونات دي على بعض ونشوف هنعمل ايه. الخلاط عندي اهو، هبتدي احط مكونات الجافة الاول. السكر بسم الله اهو، سكر بودر، واللبن البودر بسم الله كده، حطيت المقدار كله. وانزل الزبدة اللي انا اوريدي مسيحاها، وهي اللي هتديني القوام واللون. بصوا ما شاء الله اهي كده. وهنزل ربع كوباية مية سخنة، ولو احتجت بعد ما الخليط يتضرب ابتدي ازود تاني. بسم الله اهو كده، وابتدي اضربه اهو. ابتدي اشغل الخلاط عليه بسم الله. ده شكل اللبن المحلى المكثف بعد ما ضربته في الخلاط كويس جدا. حلو قوي، طعمه جميل، بيتباع غالي جدا بره، والعلبة ما فيهاش كتير. مكونات بسيطة جدا عملناه زي ما انتوا شايفينه، بيدخل في حلويات كتير قوي. وصفة ولا اروع ولا اسهل. بصوا كمان لما يقعد هيتقل معانا، نحطه في برطمان في التلاجة. حلو جدا للحلويات بقى، بيدخل في حلويات كتيرة قوي، وهنعمل مع بعض منه حلويات. غالي جدا بره وكميته قليلة زي ما بقولكوا في العلب، وطبعا بيبقى محفوظ بقى وتاريخ صلاحية وكده. فده انت عاملاه في البيت، عارفة مكوناته، حافظاه كويس جدا. بس لما تيجي تحطوه في برطمان يكون برطمان معقم، محكم الغلق، مقفول كويس، ويتحط في التلاجة علشان يجمد ويبقى حلو معانا في الوصفات. الحلويات جميل جدا، وصفة سهلة بسيطة، مش مكلفة، غالية جدا بره زي ما قلتلكم. ده كان فيديو النهاردة، ما خدش وقت، وضمناه في البيت، وهنستخدمه في حاجات تانية كتير.
ده كان فيديو النهارده. يا ريت تجربوه، تقولوا لي رايكم في الكومنت. ولو في طريقه تانية بتعملوه بيها قولوا لي بتعملوا كمان حلويات بيه ايه. هستنى رايكم في الكومنت. ده بس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب اكون افدتكم واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام عليكم.